فاطمة لم تتغير طوال 20 عاما. زوجت أولادها ومات زوجها، ولم تزل تضحك وتغني في حماس، وترى من الدنيا أمواجها وزهورها وفضاءها الواسع، ولا تأبه بالمماليك ولا بالسلاطين. لم يزل عندها الأمل في أن تهرب يوما وتعود إلى بولاق لتغني في خيال الظل والموالد كما حلمت طوال عمرها، ولم تزل تلم أفراد العائلة والأصدقاء وتضرب بالدف وتغني في حماس طفولة لم تختفي طوال العمر. جلست وسط الدائرة محاطة ببنتي زينب، نفيسة وعلية وبناتها وزينب وكل الأصدقاء، وبدأت في الغناء ساعات. وعندما انتهت تنهدت وقالت في حسرة: لا نملك الاختيار في هذا البلد الحزين. جلست زينب بجانبها وابتسمت ولم تجب. فقالت فاطمة في حماس: مثلا خالتكم هذه تزوجت من الأمير غصبا. فتحت بنات زينب أعينهن في دهشة، ولم يتوقعن هذه الكلمات أبدا، فأهل بيت الأمير محمد لديهم طابع خاص. الأمير جندي أولا وأخيرا، وكلماته مقتضبة، ووجهه دائما جاد وعابس لا يبتسم إلا قليلا، حتى وهو جالس مع أولاده لا يتكلم إلا قليلا، ويهابه الجميع أولاده قبل بناته. ولكن كل أهل البيت يعرفون أن أحدا لا يستطيع الوصول إلى غور الأمير سوى زوجته زينب. طوال السنوات كانت كالحاجب بالنسبة للسلطان، تتوسط بين العالم الخارجي والأمير. لم يجرؤ أولاده على طلب أي شيء منه مباشرة، كانت الأم دائما الوسيط، ولم يجرؤوا على الاعتراض على أي قرار. كانت الأم هي أيضا الوسيط. كيف تتعامل معه زينب؟ لم يفهم أولاده، ولما كان لديها هذه القدرة على الوصول إلى نفسه لا يعرف أحد، ولكنها قدرة لم تصل لها نفيسة ولا علية مع زوجيهما. لم يفهم الأولاد طبيعة هذه العلاقة، ولكنهم فهموا من البداية أن والدهم يحمل ضعفا في نفسه تجاه شخص واحد وهو أمهم، ولا يحمل نفس الضعف ناحيتهم أو ناحية أي شخص أو أي شيء آخر. حاولت البنتان فهم هذا الضعف ولم تستطيعا. سألتا أمهما قبل زواجهما ما سر قدرتها على التأثير على زوجها، وقالت في تأكيد: أعطيا بلا مقابل، وأحبا بكل أنفسكما. لم يفهم قصدها. قالت نفيسة في مرارة: إذا أعطت المرأة للرجل تمرد وطمع في غيرها. ابتسمت الأم ثم قالت: الرجال أنواع يا ابنتي كالسيوف، نوع يتحطم بين يديك، ونوع يخدعك، ونوع يبهرك فتحملقين فيه عمرك الباقي لتستوعبي جماله. هذا النوع سيقدر عطاءك. قالت نفيسة في عتاب: لما لم تجدي لي رجلا من هذا النوع؟ قليلون يا ابنتي، هذا النوع من الرجال لا يمكن أن تجديه، لابد أن يجدك هو. ولم يروا والديهم يتلامسان أمامهم، رأوهما يتبادلان النظرات العميقة التي تصل إلى الروح وتلخص كل الكلمات. وبدا لهم أن هذه العلاقة لا تتكرر في العالم كثيرا، بل لم تتكرر في أي من علاقات أولادهم مع زوجاتهم وأزواجهم. والمذهل هو الصداقة والتقارب الذي كان يربط بين الزوجين معا أكثر من صداقتهما مع أولادهم الذين من دمهم. هذا أيضا كان غريبا. وعندما أنجبت نفيسة ابنة زينب ولدها، كانت تعشق ولدها أكثر بكثير من زوجها وتراه قطعة من قلبها، ولكنها دوما كانت تشعر أن أمها تحب الأمير الأب أولا ثم أي من الأولاد. وكان الأمير يفعل نفس الشيء، يبحثان عن أعين بعضهما البعض ليتأكدا مما يريدان، ولا يأبهان برأي أحد غيرهما. علاقة معقدة وصعبة على الأبناء، فمع حنان الأم وعطاء الأب كان الحاجز الرقيق بين الأبناء والزوجين، وكان الفناء بين روحي الزوجين. وعندما قالت خالتهما فاطمة هذه الكلمات، فتحت نفيسة وعلية فمهما في ذهول، لا يصدقان أن والدتهما تزوجت والدهما غصبا، فهو كل حياتها. نظرتا للأم في انتظار كلماتها، فنظرت لفاطمة في عتاب ثم قالت: خالتكما تمزح، من تحلم بالزواج من الأمير محمد؟ قالت فاطمة في تلقائية: أتفق معك، قلت لك من البداية ملابس بنود المماليك تكفي للوقوع في حبهم، لم تصدقيني. أمك يا نفيسة حكاية، كانت تخفي عني شغفها بالمماليك، ولكنني فهمت وعرفت. قالت زينب وهي تغير الموضوع: أكمل الغناء يا فاطمة. إحباط فاطمة وكبت موهبتها كان يفتتان قدرتها على العطاء والحب، فأصبحت تكره كل من حولها أحيانا،
وأحيانا تغضب من كل العالم وكل الكره للعالم، كما كان في الماضي منصبا على زوجها حيا أو ميتا. بعد أن انتهت من الغناء اليوم نظرت إلى محمد الصغير وكان يرسم في تركيز، ثم قالت لزينب: يحب الرسم، لن يصبح محاربا كوالده. قالت وهي تلتفت حولها: لا تقولي هذا، فهذا الكلام يغضب الأمير محمد. لم يصبح أي من الأولاد مثله، لا يستطيعون تدريب ساعات ولا حمل السلاح الثقيل أياما. نظرت إليها فاطمة في خبث وقالت: تفضلين هذا؟ ابتسمت زينب: محارب واحد في البيت يكفيني. أطالت فاطمة نظرها إلى محمد الصغير ثم قالت: يشبه والده بالضبط، يدلله أكثر من إخوته بالطبع. قالت نفيسة مسرعة: هو قرة عينه، لم أرى أبي ينظر إلي هكذا يوما ولا لأي من إخوتي، يراقبه ساعات ولا يرفض له طلبا. قالت فاطمة: بالطبع يا ابنتي، هو يشبهه بالضبط، وآخر أبنائه لابد أن يختصه بالحب. أمسكت فاطمة الورقة من محمد ونظرت إلى المبنى الذي رسمه بإتقان، ثم قالت: يرسم كالمحترفين، انظري. ثم قالت لمحمد في رفق: يا بني، استمع إلى خالتك فاطمة، لا تجعل أحد يحبطك أو يقتل خيالك. لا أفهمك يا خالة، تريد الرسم طوال عمرك؟ قال الطفل في يقين: أريد الرسم طوال عمري. ارسم طوال عمرك وليذهب الجميع إلى الجحيم. فتحت زينب فمها في ذهول وسط ضحكات الطفل وترديده: ارسم طوال عمرك، ارسم طوال عمرك. ثم أشارت فاطمة إلى أضلعه وقالت في بطء للطفل: محمد يا بني، هنا في أضلعك يكمن المارد، وأحيانا يبدو قزما، وأحيانا يتجلى ماردا عملاقا، لو تجاهلته لحرقك وأصبحت مثل خالتك، لو نفذت كل أوامره لحققت الرضا والسعادة، تفهم؟ مارد هنا في أضلعك. قال الطفل في تلقائية: ولكنك أنت سعيدة يا خالتي. قالت في حسب: لم أذق طعم السعادة إلا في عدة أيام هربت فيها إلى بولاق، غير هذا حياة الجحيم بعينه. افهم كلام خالتك ولا تنسى. كانت لحظات محمد الصغير مع أبيه لحظات ينتظرها طوال يومه، ولو مر يوم دون أن يحنو عليه والده يبقى واجما تائها ولا تلهيه أطفال ولا ألعاب. اليوم بعد زيارة فاطمة كان يبحث عن والده في حجرات القصر والحديقة، ووجده يتفحص خيوله، فجر ناحيته ونظر إليه في انبهار بلا كلمة. استمر الأب في تفحص أسنان الفرس الجديد وقال دون أن ينظر إلى ابنه وقد اعتاد خطواته الصغيرة التي تطارده: محمد، كيف حالك اليوم؟ ربط الطفل نظره بالأب وكتم خوفه من فم الفرس المفتوح وأسنانه الكبيرة وقال: بخير. تريد أن تمتطي جوادا معي؟ صمت الابن وهو لا يجرؤ على أن يبوح بخوفه من الخيل ولا من هذا الفرس بالذات. نظر إليه الأب ثم قال: لم تجب. تريد أن تمتطي الجواد معي؟ قال الطفل في تلقائية: أريد أن أبقى معك لو أمكن. ابتسم وانحنى على ركبتيه لينظر إلى عينيه وقال: تخاف من الخيل؟ قال الطفل مسرعا: لا أخاف، أقسم لك أنني لا أخاف. محمد، الخوف شعور يمكن ترويضه كالخيل بالضبط. أن تخاف فهذا شيء جائز، وخاصة أن تخاف مما هو أقوى وأكبر، ولكن أن تطيع خوفك فهذا ما لا أريده. قال الطفل وهو يطبخ فمه حتى لا تخرج الدموع من عينيه: أنا لا أخاف. ربط الأب على صدغه وقال: لو امتطيته معي فلن يستطيع أن يؤذيك. ثم مد يده قائلا: ستأتي معي؟ ارتجفت يد الطفل فأخذها الأب في ثواني وحمل الطفل على ظهر الفرس وجلس وراءه، وجرى الفرس ومحمد يكتم صرخاته قدر المستطاع وتتساقط دموعه بلا حساب. أغمض عينيه وترك جرأة النفس تترعرع وتنطلق، ونسي لثوان فم الفرس واستقر بين ذراعي الأب. عندما توقف الأب وأنزله من على الفرس ونظر إليه قال محمد وهو يصفر في إعجاب: أبي، أنت أشجع رجل في كل البلاد، أنا لا أخاف من الفرس، هل رأيتني للتو وأنا أمتطيه وحدي؟ ضحك الأب وردد: أنت أشجع ولد في كل البلاد، ستمتطيه غدا أيضا. فكر الطفل قليلا ثم قال: ربما، لا أعرف، لدي دروس غدا، ولكنني لا أخاف، أقسم لك. أصدقك، كيف لابني أن يخاف؟
ثم جرى الأب بالفرس بعيدا وتلاشى في الأفق. عندما عاد محمد راكدا إلى القصر نادى نفيسة أخته التي تتولاه كأمه وأخبرها في فخر أنه امتطى جوادا وحده أمام أبيه ولم يخف ولم يبكي. ضحكت نفيسة في سخرية فقال في غضب: لا تصدقينني؟ أثنى أبي على شجاعتي بنفسه. رددت وهي تضحك: أبي أثنى عليك؟ لم يفعلها مع أي منا قط، ولما أنت بالذات؟ سأغار منك يا محمد، ولو غرت منك لوضعتك مع الفرس في نفس الحظيرة يوما بأكمله. نظر إليها الطفل في خوف وغضب ثم قال: وأنا سأخبر أمي وأبي. أمزح معك يا أخي، لا أحب مزاحك، صدقينني؟ أصدقك وأعرف كيف تسيطر على أبينا بكلماتك وعينيك البريئتين. من أين أتيت بهذا المكر؟ نفيسة إياك. أخذت تدغدغه وهو يصرخ تارة ويضحك تارة. كانت زينب جالسة تراجع الحسابات والدفاتر عندما دخل عليها، ولم يبد منها سوى عينيها، وعيناها كانتا دوما صديقة دربه ورفيقة أيامه. التقت أعينهما. جلس وقال: بحثت في أمر قرار السلطان، كيف سيؤثر علينا وعلى الأمراء؟ قالت وهي تمد يدها بالأوراق: قرار لمصلحة البلاد مولاي الأمير كما توقعت أنت. بعض الأمراء يعيثون فسادا ويكنزون المال المغتصب والأراضي المسروقة. لو استمر هكذا لكان نهاية السلطان وبعض الأمراء الموالين له. أنت تعرف كان يؤرقك هذا من زمن. وكانت دوما تناديه بمولاي الأمير وهما في هذه الحجرة وبين هذه الأوراق. قالت في تأكيد: يهمك أمر مصر دوما، واستقرارها يعني وجود المماليك، كما أنك لا تمارس هذا الظلم مع أهل مصر، ولا يسمح لك ضميرك بأخذ الرشاوى وكنز المال المسروق واغتصاب الأراضي، فسيبقى هؤلاء الأمراء أغنى منك لو لم يقتطع السلطان من ثرواتهم حتى يحد من أطماعهم وفسادهم. قام وقال وهو يعرف ما تخفيه من الكلمات: كنت أفكر في الشيء نفسه. ليس كل الأمراء مثلك يا مولاي، ولكن بعضهم سيتفهم ويعرف أين مصلحة البلاد وسيرحب بأوامر السلطان. بدأ محمد الاجتماع بالأمراء والكلام معهم. بعضهم فهم واستوعب، ووجد في عدل الناصر محمدا استقرارا للبلاد ورادعا للأعداء، ووجد في سمعة مصر التي وصلت إلى ملوك أوروبا وحتى بابا الفاتيكان الذي قرر زيارة مصر انتصارا لهم هم. فالسلطان من أولاد الناس ولكنه من سلالة المماليك. وبعضهم الآخر شعر بأن هذه الخطوة والمبادرة من الناصر محمد خطيرة وبدعة لابد من صدها ومحاربتها، فاقتطاع المال أو الأرض من المماليك هو فقط البداية، وربما يأخذ منهم الإمارة نفسها، وربما يغير النظام كله، وربما لا يوليهم المناصب. لا أحد يدري ما يدور في خلد الناصر، وكل أفعاله غير متوقعة. انقسام المماليك إلى جزئين جعل مهمة محمد أسهل إلى حد ما وأصعب في بعض الأحيان، ومقابلات الأمراء محفوفة بالمخاطر والهلاك، فلا مأمن من سهم تائه أو سم في الطعام أو الشراب. كان محمد واجما طوال العشاء ولم يتكلم مع أبنائه ولا معها. أغلقت زينب باب الغرفة واتجهت إلى زوجها المستلقي على السرير وقالت في قلق: ماذا بك؟ أطال نظره إلى وجهها ولم ينطق، فتسللت إلى جانبه وأحاطت رأسه، وكانت تفهمه وتعرفه، وتعرف أنه أحيانا يغلق نفسه حتى عنها، ويعود إلى ماض بعيد لا يتذكره ولا يعرف ملامحه. يعود غريبا في بلاد تتكلم بلغة مختلفة ولها عادات مختلفة، وحيدا وحدة موحشة، وهو طفل انتزعوه من ذراعي أمه ولم يرها مرة أخرى. وكانت أمه تجهز الطعام في حماس وتضمه إلى صدرها كلما بكى وكلما ضعف. أحيانا يشم رائحتها ولم يعد يتذكر ملامحها، يراها وجها بلا ملامح ولا شعر، ولكنه يتذكر رائحتها الدافئة، مزيج من البصل والثوم والحنان والفحم والخشب. دفن الرائحة وحاول ألا يعود إلى تذكرها حتى لا يضعف ويتحول إلى خادم. كان لابد أن يصبح أميرا، والأمير بلا أهل يفني نفسه كالراهب في خدمة البلاد والدين، لا يفكر في أم تنتظره ولا وطن يفضله. للمماليك قدرتهم السحرية وقوتهم التي لم يصل إليها أحد لا بعدهم
ولا قبلهم. زينب هذه الفتاة التي اخترقت الوحدة والذاكرة بنقائها وحيويتها وحبها الغزير، فاختل الميزان وارتبك المحارب. غريب أمر القلب يبحث عن الذاكرة بين العامة ويترك قومه وجنوده ولا يجد الخلاص وبين ذراعيها. لم يكن يستحقها، أخذها عنوة من بين حنايا الأرض. كان يحتاج إليها ولم يكن يستحقها. وضعت رأسه على صدرها وضمته في حنان يمتد إلى كل ديار المسلمين، وداعبت خصلات شعره وهمست: ماذا بك يا حبيبي؟ قبلت رأسه وكأنه طفلها، طوق كتفها وبقى ساكنا. لم يحتاج إلى كثير من الكلمات طوال الأعوام الماضية، كانت تفهمه من نظراته وتعرفه كما لم تعرف أحدا من قبل. واليوم بالذات كان يحتاج إلى حنانها الطاغي وسكينتها المنتشرة حوله منذ عمر. كان يريد البقاء بين ذراعيها ونسيان العمر الطويل ووجه أمه يبتعد أحيانا ويقترب كثيرا. كانت زينب تهمس في أذنه بكلمات كثيرة، وتهزه وتقبل رأسه مرات ومرات، وتربت على كتفه وتمرد يدها على ظهره بقوة لينام ويستكين، ويعرف أن الماضي كان وانتهى، وأن القروب لن تكون هي كل عمره الباقي، وأن بلاده البعيدة هي ذراعاها فقط، فلم تسمح له سوى بالتفكير فيها ومعها، ولن تتركه يشرد بعيدا. كانت تغمض عينيها وتقول بصوت رقيق: لا تقلق من أي شيء، لا شيء يستحق قلقك، لا شيء يستحق عبوسك، أنت أهم من كل هذا الكون يا حبيبي. أغمض عينيه وأحاط كتفها بذراعيه، وكان ساكنا يرتشف ألوان السكينة ويشرب من الحنان الذي اعتاده سنين ولا يستطيع العيش دونه. بقى على صدرها برهة ثم اعتدل في جلسته وقال: زينب، علي القيام بعمل خطير سيغضب بعض الأمراء، أريدك أن تعرفي، لابد أن تعرفي. بلعت ريقها وارتجفت وقالت في جفاء: لماذا؟ أفعل ما أراه في مصلحة البلاد. النصر محمد أفضل من حكم مصر والشام، أصبح بطل الإسلام، اسمه يتردد حتى في بغداد التي تخضع للتتار واليمن والحجاز والهند والصين، حتى ملوك إفريقيا يذكرونه بالخير. للعدل رائحة تفوح كرائحة الياسمين ولا يمكن حبها، يأتي كالشمس ليضيء العالم، لا يمكن أن أترك المؤامرة عليه تنجح. ظلت صامتة. كانت تريد أن ترجوه، أن تطلب منه ألا يتدخل، أن يترك السلطان يدافع عن نفسه، ألا يجازف بعمره وبها، ولكنها ظلت صامتة، تعرفه وتعرف أن كلماتها لن تجدي. أمسكت بيده وقبلتها وهمست: لا أستطيع العيش من غيرك محمد، لا تجازف بنفسك، ليس لي غيرك. نضجت بين ذراعيك وعددت سني عمري منذ تزوجتك. قال في تأكيد: لن يحدث شيء، لا تقلقي. ضمت رأسه إلى صدرها في قوة وقالت: سيقتلونك، تعرف هذا. ربما لا، تعرفي، وكأنني وقعت على وثيقة وأنا طفل أن أعيش أميرا، وأن عمري قصير ومليء بالمؤامرات والمكائد يوقعها كل المماليك. لو مت بسهم أو سيف أفضل لي من الموت على سرير من مرض عضال. قلت لك هذا منذ زمن، تتذكرين؟ قالت في غضب: وأنا لم تفكر في؟ قبل صدرها وكان يريد أن يقبل أعماق القلب وضمها أكثر، ثم قال في حسم: أنت كل شيء. عندما خرج زوجها صباحا تبادلا النظرات كما يفعلان دائما، وابتسمت له. وما أن خرج حتى شعرت بوخز في القلب. جرت وراءه بكل قوتها ونادته، لم يسمعها. صرخت وهي تمسك بقلبها: محمد! نظر إليها في دهشة فقالت في رعب: معك جنودك؟ لا تخرج اليوم، أرجوك لا تفعل. ابتسم ولم يكن يبتسم كثيرا، وأمسك بيدها فقبلت يده في بطء وقالت: ستخرج ولن تأبه بكلماتي، توخى الحذر. أحاط يدها بيديه وقال: سأفعل. ظلت طوال اليوم تشعر بروحها خارج الجسد في مكان بعيد. كانت ابنتها تتكلم وتسأل وقالت: أمي، ماذا بك؟ لا تتكلمين، أنت بخير. أمي،
هزت رأسها ولم تتكلم، فأكملت نفيسة: كنت أحكي لك عن زوجي والحلي التي اشتراها لي بالأمس. لا يعجبني هذا، لا وشروط الأم أقلقها، فقالت من جديد: ماذا بك؟ رفعت يدها وكأنها توقفها عن الكلام، ثم قالت: أريد الذهاب إلى حجرتي، رأسي يؤلمني. أغمضت عينيها وضغطت على جفنيها وهي تردد بعض الآيات. دق الشيخ عبد الكريم أبواب القصر وطلب مقابلتها سريعا، وكانت تعرف وكانت تشعر منذ الصباح. جلس أمامها بوجه واجم وقال: الأمير. ثم ضرب عينيه إلى أولاد الأمير وهم ينظرون إليه في تركيز. تردد قليلا، فقالت زينب في صوت قوي: قتل. هز رأسه بالإيجاب، ثم قال: لم يكن الإنقاذ ممكنا، جاء السهم في القلب مباشرة، مات في الحال. سهم غادر، ليت القاتل الجبان واجهه وحاربه، فالأمير محارب وكان سيحترم محاربا مثله، ولكن القاتل فعل ذلك غدرا، كان جبانا ككل القتلة. قتله في المسجد بعد أن انتهى من الصلاة وهو يتفقد المصحف الذي كتبه لك يا مولاتي. نقلته الآن مع الجنود إلى حجرته، أنت سيدة مؤمنة وهذا قدر. أنا آسف، الأمير مات شهيدا ومات غدرا. صرخت نفيسة في قوة، وعلت كل الصرخات من بنتيه وزوجات ابنيه وابنه الصغير، ولم تصرخ زينب. قالت في صوت ثابت: كان يريد أن يموت محاربا ومات محاربا. جرى الأولاد إلى حجرة الأب، كان مستلقيا على سريره وعيناه مغمضتان والدماء تحيط بالقلب والوجه ساكن. بدأ أبناؤه البكاء وتقبيل يده والصياح كم يحبونه وكم سيفتقدونه. ظلت ساكنة تنظر إليه، ومررت الحلق صعبة الوصف والتنفس بلا قيمة. قالت في صوت لاهث: اتركوني معه. لم يأبه أحد بكلماتها، فقالت في قوة: اتركوني معه. خرجا في حزن وأغلقت الباب واتجهت إليه. مرت بيدها على وجهه الذي لا تتذكر حياتها قبله ولا تعرفها ولا تريدها بعده. لم يزل وجهه قويا جميلا، ولكنه يبدو باردا الآن. مرت بيدها على لحيته والشعيرات البيضاء المختلطة بلحيته السوداء التي لم تزده إلا رونقا. همست: محمد حبيب العمر. ثم قبلت فمه في قوة ووضعت رأسها على صدره، وكأنها تريد لدمه أن يصبغ أيامها القادمة كلها. ولم تشعر بدقات قلبه هذه المرة كما كانت تفعل في الماضي. قامت ومسحت دمعتين سالتا بغتة، ثم قالت: ودعوا والدكم، ولا أريد نائحات ولا صراخا وعويلا. والدكم كان مقاتلا ومات شهيدا، ولم تذرف دمعا بعد ذلك، فحزنها كان عمقه يستعصي على الدموع، والفجوة في نفسها كان من الصعب التعبير عنها أو وصفها. انطفأت عيناها ودفنت روحها.